السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فكره الفيديو بتاعنا حلوه قوي قوي. هنعمل صينيه كفته بطريقه خطيره، مش محتاجين في تحضيرها اكتر من دقايق، حرفيا دقايق، لا تشكيل ولا تصبيع ولا اي حاجه. يلا بينا لكل المستعجلين والحرانين زي حالاتي كده مش بيستحملوا وقفه المطبخ في الحر ده. سمي الله ونبدا على طول نشوف هنجهزها ازاي. طعمها خطير يا جماعة. غدا كده جنب مكرونة أو رز أصفر، ممكن كمان سندوتشات كده بالطحينة، تنفع جدا خصوصا لو في مصيف. فيها قرمشة بسيطة من بره ومتماسكة وفي نفس الوقت من جوه طرية وريحتها خطيرة. يلا نشوف على طول هنعمل ايه. ده الخضار بتاعنا هنفرمه كله في الكبة: بصلتين متوسطين، فلفل احمر والوان، واربع خمس فصوص من الثوم، وقرن فلفل كده حار، ده اختياري طبعا. هنفرم كله في الكبة وننعمهم على قد ما نقدر، والكمية دي هتكفي نص كيلو من اللحمة المفرومة. شايفين كده؟ تمام. هنجيب بقى البولة بتاعتنا هنحط فيها اللحمة المفرومة، واللحمة بتاعتنا النهاردة هي حمرا من غير اي دسم، علشان كده هنزود لها معلقة سمنة. هنحط الخليط اللي فرمناه في الكبة وشوية مكونات كده بسيطة: نص كوباية صغيرة من البقسماط المطحون بدون اي مكونات او اضافات، معلقتين من النشا، ودي بطاطسية صغيرة سلقتها تماما وههرسها لحد لما انعمها جدا. يلا بينا نبهر: معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة بابريكا مدخنة، معلقه ملح ممسوحه، وباكو بهارات كنور اللي هو ال11 بهار، وده بديل كويس جدا لبهارات الكفته. وحطيت معلقه الزبده وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، ودي هتخليها هشه كده وخفيفه مش مكتومه. وكنت ناسيه البقدونس، حطيت كده تقريبا يعني نص حزمه من البقدونس، قطعتها رفيع جدا الورق بس. هبتدي بقى اخلط واعجن كويس المكونات بتاعتنا مده ما تقلش عن 5 دقايق لحد لما الكفته تبقى فيها زي خيوط كده. هجهز الصينيه اللي هسوي فيها، دهنتها معلقه من السمنه على معلقه من الطحينه، ودي تضمن لك ان الكفته ما تلزقش. فردتها كويس قوي في الارضيه وفي الجوانب، وهبدا بقى كده انظم الكفته واسويها، وكلها احاول اخليها بسمك واحد. ودلوقتي هقطعها القطعيات اللي انا عايزاها بالحجم اللي انا عايزاه. وده خليط هدهن بيه وش الكفته، هتفرق كتير قوي في اللون وفي الطعم. معلقه صلصه، معلقه زيت، معلقه دبس رمان لو موجود، ورشه ملح وفلفل. بخلطهم كويس قوي بالفرشه كده، بدهن وش الصينيه، بمسح بقى الاطراف وادخلها الفرن. بكون مسخناه من قبل على درجه حراره 200 قبل ما ادخل الكفته ب10 دقايق. بدخلها على الارضيه بسيبها بس 5 دقايق، وبعد كده برفعها في النص على الشبكه. بتكمل بقى التسويه، بتاخد تقريبا مده تسويه في حدود 25 دقيقه كده، من 20 ل 25 دقيقه. لما برفعها فوق بهدي النار على 180 علشان تستوي براحتها، يعني ما تاخدش لون من بره وتبقى من جوه نيه. وده شكلها، محتاجتش اولع عليها الشوايه، خدت لون مظبوط من فوق ومن الجوانب ومن تحت، وريحتها خطيره وطعمها يجنن. مستنياكم تجربوها وعايزه اعرف رايكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.